بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. في هذا المكان مركزا للثقافة والفكر والعلم ولكافة ما يحتاجه أبناء الدائرة. وحقيقة الأمر أن اختيارنا لهذا الموضوع ليس من باب تقديس الأشخاص كما يفهم بعض الناس، ولكن تقديرا لدور هذا الرجل الداعية العلامة الإمام الشهيد حسن البنا، الذي غيرته الأنظمة العميلة والفاسدة عن ثقافة المجتمع والناس. وكنت أتأمل وأنا كنت في المدرسة الثانوية عندما سألت نفسي سؤالا: لما لا أرى ذكرا للإمام حسن البنا، وهو رجل وطني من الطراز الأول، في كتب التاريخ التي سطرت صفحات لرجال آخرين أمثال الإمام محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، وكذلك بعض رجال الوطنية كأحمد عرابي، محمد فريد، مصطفى كامل. كنت أبحث في كتب التاريخ وكتب المدارس عن ذكر لحسن البنا فلم أجده، ورأيت أن ذلك إنما تعمدا للحيلولة بين هذا الشعب الذي يتطلع إلى الرجال الثقات، الرجال الذين يصنعون وطنا صناعة ربانية، وبين أن يسود ذكره فيقتفى خطواته وجهاده. ولذلك رأيت أنه من الواجب علي، وكنت في بداية العمل الإعلامي أن أشارك رغبة وتطلعا لله تعالى في إنتاج عمل يوضح لنا ويكشف شخصية هذا الرجل الذي أعتقد أنه ممن قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الرجل ممن قضى نحبه، صدق مع الله تعالى فصدقه الله. كتب في أركان بيعته الجهاد والتضحية، لقن الناس بكلمات مضيئة، فكان خير مثال يحتذى به، نال الشهادة، صنع تاريخا وهو في مقتبل حياته. مات أو استشهد عام 49 وكان في 43 من عمره، وقد صنع تاريخا وكون رجالا وأتباعا ملأوا الدنيا بأسرها. وهذا هو السر في شخصية حسن البنا. حسن البنا لا نقدسه، إنما نقدر جهاده، إنما نحترم فكره وجهاده، إنما ينبغي علينا أن نعرف من هذا الرجل وما الذي أدى إلى هذه الصناعة، صناعة الرجال، صناعة الجماعة، صناعة الحياة، بل صناعة الصحوة الإسلامية في هذا القرن الذي نحياه.
إنه هو مجدد العصر حسن البنا. وفي الآونة الأخيرة منذ 5 سنوات عندما وجدت أن المئوية الإمام حسن البنا قد شارفت، فأحببت أن تكون مناسبة المئوية هي نقطة انطلاقي في إنتاج هذا الفيلم. ولم أجد ما يعرقل مسيرتي، وبدأت خطوات جادة، وسميت هذا العمل تحت عنوان حسن البنا ورحلة لم تنتهي. نعم، بدأ طريقا، هذا الطريق ماله بإذن الله إلى الجنة، وأن هذا الطريق هو الذي يسير فيه الرجال المخلصون الذين يريدون أن يحققوا غاية الإسلام.